السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. أيوة، النهاردة معانا إيه؟ سلطة الرنجة المتشوحة على النار اللي مفيش أحلى منها. كل اللي كلها عجبته. بصل الأخضر والرنجة بتاعتنا والفسيخ والحركات والتكات كلها هنا في قناتنا عدي تكات وحركات. نشوف بقى عملنا ايه كمان. عملنا ايه؟ خلينا الفسيخ مع بعض. المعلقه هنا بقول لكم السلام عليكم. فاكرين اللي شاف الفيديو دوت هيفتكروا. انا هنا جبت مقتطفات منه عشان تعرفوا بدايه الحاجه كانت ايه ونهايتها ايه. ما تعرفوش ان هي اتعملت في لحظه كده، لا، انا بجمع الفيديو كله وبحطه لكم. انا حطيت ملح وكركم تقريبا حوالي كيس ملح اللي هو كيس ابو 2 جنيه، وحطيت اللهم صل على النبي معلقتين شطه ومعلقتين بابريكا عشوائي كده، يعني مش معيار معين، ايه قبل ايه اكتر من ايه مش فارقه. اهم حاجه الملح، حط حبه ملح حلوين، قيمه مثلا كوبايه ملح على ال3 فسيخات. ولو احتجتي تاني او حسيتي الملح قليل حطي الملح الناعم ما بيحدقش، عشان انتي حاطه شطه وحاطه كركم. انا بحط الكركم بصراحه على الكاري، اللي حابب يعمل زي كده عشان ما بستخدموش غير في الفسيخ. بس لما اكون هستخدمه لحاجه معينه بجيب كل حاجه لوحدها واستخدمها عادي. هنا بقى بصوا، انا مش عارفه بصراحه، مش واضحه في التصوير، بس انا كنت بقلبهم على بعض، فانا كنت فاكره ان ده واضح يعني بصراحه، وطلع للاسف مش واضح. بصوا بقى، هنا بقى انا جبت اكياس وحطيتها جوه بعض، شنط كده، من اللي هي الشنط بتاعه السوبر ماركت كده، واللي هي بتبقى نظيفه، يعني الشنط مستخدمه بس بتبقى نظيفه. بصوا انا بفتح السمكيه كده واسندها بايدي واصب جواها حبوب الرمل. بصوا كانه رمل بالظبط كده. ده ايه؟ الملح مع الكركم مع الشطه ادوني لون الرمل الجميل ده، الرمل التحفه ده. وبصوا، وهعمل كده على طول، مفهوش اي افتكاسه يعني، سهل. هتحطي لغايه ما الملح ما يبقاش عايز يدخل. افتحي بق السمكايه لو نضيفه ومغسوله معاكي كويس جدا هتتعمل كده، هيتحط فيها من الخياشيم هتنزل في البق. السمكايه دي تاكدي ان هي نضيفه من الحركه دي. انت كده تغسلي، تحطي ايدك في بق السمكايه وتنضفي الخياشيم وتنضفي كله كده مره واحده، بيبقى تحفه، حرفيا بيبقى تحفه، بيبقى جميل جدا وبيبقى حلو. وبألف هنا وشفا لما تجربوه، والله هيعجبكم. جربي الفسيخ في البيت، لا تقولي لي بقى بميه ولا مش بميه، عشان اللي بميه ده انا ما بحبش ريحته، يبقى ليه ريحه كده وغريبه كده، انا مش عارفه ازاي يعني. لو الدبانه جت عليه باظ، ما احنا بيجي عليه الدبان وبنخلله وبنهش الدبان وخلاص الموضوع انتهى. الدبان ما دخلش جواها يعني وكناه، الدبان مجرد مثلا واقف عليها، احنا بنسيبه متهوي مكشوف عشان ينشف وبيتصفى، ما فيهاش اي مشكله ولا اي حاجه خالص، وعادي جدا. تفهميش بس الرفق. المهم ما علينا، اللي بيعملوه ميه بقى يعملوه بألف هنا وشفا ليهم، دم بيعجبهم وبيجيبوه. انا ليه هروح اجيبه بالغالي وانا ممكن اعمله واحطه في الفريزر، وقت ما احتاجه واطلعه والاقيه، على طول. مش هغرم نفسي كتير واجيبه ب350 ولا ب400 450. وخلي بالكم في المواسم بيبقى غالي جدا، يعني قبل الموسم ما يقرب ب10 20 يوم ابدأي جيبي، ما فيهاش مشكله، انه مش هيرخص، هيغلى بالعكس. عايزاه يستوي معاكي اسرع، الحر بيسوي اسرع. انت لو حابه تاكلي فسيخ في الحر ممكن يقعد معاكي اسبوع، ممكن مش اكيد. بس هنا بقى انا خليته عادي اهو، حطيت واحده لوحدها وحطيت 2 مع بعض. تعالوا بقى اقول لكم هشيلهم في ايه وهشيلهم على جنب. انا عندي طبق بيضاوي، لا احطهم متنيين لا احطهم متطبقين ولا اي حاجه، احطهم مفرودين، وانا مش لفه عليهم لا استرتش ولا اي حاجه. بصوا بقى، لو انا لفه هنا استرتش تبقى مكتومه قوي وكانت هتتنفخ معايا الشنطه، لكن انا مش لفه استرتش بصراحه، ما كانش عندي الاسترتش اللي عندي ما كانش هيكفي، كان ممكن يلف واحده والتانيه لا.
فما حبيتش بقى، قلت خلاص مش مشكله، ولفيته بالشكل ده. بصوا وانزل ميه حاجه بسيطه كده، بس قلت ايه اما افتح عليه. كان بالظبط بقاله 8 ايام 9 ايام، ما كملش 10 ايام تقريبا، كان بقاله 8 ايام. كان يوم الاثنين ليوم الحد، 8 ايام، اسبوع بالظبط. عملته يوم الاثنين وفتحت عليه الحد ده، فتحت عليه الحد اللي قبل شم النسيم. بصوا بقى لقيته ايه، لقيته ني. طب ازاي ده شكله مستوي جميل؟ هقول لكم كل حاجه. لو طلع منك ني هتعرفي ترجعيه تاني وهيستوي يبقى زي الزبده. ازاي برضه؟ بصي يا ستي، صلي على النبي وتعالي نفتح السمكايه. وتجيبي ايه، بور يكون نضيف وحلو وصابح. السمكايه لو صبحه هيبقى معاكي زي الفل، هتقعديه في التلاجة على الرف يومين وتلاتة واربعة، بيبقى تحفه. بصوا اول ما فتحت السمكايه بتطلع ايه، زبده، والطعم خطير. بقول لكم ده طعمه تحفه. بصوا بقى لما افتح السمكايه هعرف منين ان هو ني، هعرف منين ان هو مستواش. انا الطبق ده بصراحه كان نضيف كده قدامي، رحت جايباه، قلت اما اشوف القشر بتاعه تمام زي الفل، بيطلع معايا حلو، بس برضو حسيتهاش برضو. قلت لازم افتحها كده واشوف قلبها كده من جوه. بصوا بقى قلبها، بغض النظر عن كل ده انت ممكن تفتحي السمكية من ظهرها، بس انا مش عارفة يعني، بحب افتح السمكية من بطنها. واللي بيقرف بقى دي مش قصتي، بس انا حبيت ان انا اوريكم انا هنا بعمل ايه. بصوا هجيب مناديل همسح ايديا فيها، انا لابسه الجوانتات، بس برضو صراحه لازم منديل، موضوع كده كبير يعني. انا ايه، بلبسه الجوانتي بيقلل من ريحه الفسيخ والرنجة خالص، بتبقى بسيطه جدا. ولو انتوا قرفانين الريحه بتلزق في ايديكم، ممكن بالجوانتي كده وتلبسوه عادي وتاكلوا بيه. بس الجوانتات اللي هي بتبقى شفافه زي كده، بلاش الجوانتات اللي شبه بتاعه اوضه العمليات دي، ولا الجوانتات السوداء، ولا الجوانتات اللي هي الاكياس. لا مش حلو خالص ان انتي تاكلي بيها، الا اذا كانت محكومه على ايديكي. الاكياس عشان شفافه طبعا، لو محكومه على ايديكي. انا مش بقى اعمل لكم اعلان واقول لكم جيبوا من ده يعني جيبوا من ده، لا براحتكم، المتوفر عندكم. ما عندكيش خالص البسي كيس بلاستيك واعملي الفسيخ عادي، مش هيقول لا. هنا انا لفيته تاني، شفتوا انا عملت ايه في السمكيه؟ حطيت عليها ملح بعد ما فتحتها وقفلتها، ان انا لقيتها من جوه نيه، من تحت السلسله والشوكه، السلسله او الشوكه لقيتها نيه. حطيتها بعد ما دقتها، لا طعمها ما حسيتهاش. غيرت الكيس وكنت هشيلها، رحت حاطه عليها ملح بعد ما قفلتها. يعني انا فتحتها ورجعت قفلتها وما رضيتش ادخل اي حاجه فيها من جوه، ميه ولا ملح ولا اي حاجه من اللي جوه. خدت اللي بره حطيت عليهم ملح على الجنبين ولفيتها تاني، والاتنين المقفولين سبتهم زي ما هو، ما جيتش جنبه، وسبتهم بقى 3 ايام كمان. وصراحه كان تحفه زي ما انتوا شايفين.